الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم جينا زيارة في الله لوالدنا العارف بالله أبونا الشيخ أحمد داود، ربنا إن شاء الله يمتعه بالصحة والعافية. وأبويا يا ريت لو وديتنا حاجة كده يعني عن مديح النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يتقبل ويجزي خير ويطول عمرك وجزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. السيد المادح الشيخ محمد شكر الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة أولا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الزيارة وأن يجعلها في ميزان الحسنات إن شاء الله، اللهم آمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأما الحديث عن مدح النبي عليه الصلاة والسلام فهذا شيء عظيم وشيء لطيف وشيء لا يختلف فيه اثنان من أهل القبلة. والسبب في ذلك أن مدح النبي عليه الصلاة والسلام قربة يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وأقصى المدح في حق النبي عليه الصلاة والسلام لو صدر من أحد فهو كفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقبل المدح ولكن لا يقبل ضد المدح. بقية الناس ممكن الإنسان من حيث أنه ليس بمعصوم ممكن يقبل المدح وممكن يقبل ضد المدح. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقبل إلا المدح فقط. طيب، مدح النبي صلى الله عليه وسلم مما أجمعت عليه الأمة، لا يوجد لا في السلف ولا في الخلف من ينكر مدح النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان ذلك المدح نظم أو نثر. وخير دليل أن الله سبحانه وتعالى امتدحه في كتابه العزيز، وهو عليه الصلاة والسلام مدح نفسه بنفسه، ومدحته الملائكة، ومدحته الصحابة بين يديه فأقرهم. والأحاديث في الصحاح والسنن لا ينكره إلا جاهل أو متجاهل. بل الأكبر من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بمدحه، هذا ما لا يعلمه كثير من العامة الذين يتكلمون في هذا الموضوع. مدح الله سبحانه وتعالى لا يحصى كثرة في كتاب الله عز وجل، ومن أشهر ذلك وإنك لعلى خلق عظيم. هذا مدح حيث يثبت الله سبحانه وتعالى وينسب إلى جنابه عليه الصلاة والسلام بأنه عليه الصلاة والسلام هو صاحب الخلق العظيم، وخلقه القرآن. ليس فوق هذا مدح، هذا من الله لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحكمة في ذلك حتى يتعرف الناس على قدر هذا النبي العظيم الذي رفع الله سبحانه وتعالى من شأنه، فقال ورفعنا لك ذكرك. ورفع الذكر كما جاء في جميع كتب التفاسير بالرواية والدراية لأنه أن يذكر الله إذا ذكر، أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الله. الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن معنى ورفعنا لك ذكرك، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بالله أعلم. فالله سبحانه وتعالى أجاب بقوله سبحانه إذا ذكرت ذكرت معي، إذا ذكر الله ذكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد ذلك في الأذان والإقامة والتشهد والخطب وغير ذلك، كل ذلك مما رفع الله سبحانه وتعالى به شأن النبي عليه الصلاة والسلام. زكاه الله عز وجل وامتداه فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما يقوله شرع ودين مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام الذي أدب الله سبحانه وتعالى الصحابة كيف يتعاملون معه حتى لا يتعاملون معه كزيد من الناس. ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنا نقول يا محمد ويا أحمد ويا أبا القاسم، أي كانوا ينادونه باسمه وبكنيته. قال فنهانا الله عز وجل، يعني قول الله سبحانه وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال فرجعنا نقول يا رسول الله ويا نبي الله. فالرسالة والنبوة من أعظم ما أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا ينبغي أن ينادى ويجرد
من الرسالة والنبوة كما يفعله بعض الجهال. ثم إنه عليه الصلاة والسلام مدح نفسه بنفسه امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فتحدث فقال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة. البخاري عن سيدنا أبي هريرة. وفي مسلم يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فالأنبياء كلهم من أبناء سيدنا آدم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا سيدهم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام يقول: فضلت على الأنبياء ب6: أوتيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأهلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. رواه مسلم في الصحيح. كل ذلك مما امتدح به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فأكسى حلة منه للجنة، ثم أقيم عن يمين العرش، ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري. الترمذي في السنن. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول شافع وأنا أول مشفع. كل هذا يسمى مدح منه عليه الصلاة والسلام لجنابه الأعظم، امتثالا لقول الحق جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. مدحته الملائكة، وإمام الملائكة سيدنا جبريل عليه السلام، حيث يروي الإمام البيهقي عن سيدتنا السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام قال: قلبت مشارق الأرض ومغاربها، فلم أرى رجلا أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم، ولم أرى بني أب أكرم من بني هاشم. وسيدنا جبريل يمدح النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لم يرى أكرم من النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بما أكرمه به. وأما الصحابة رضوان الله عليهم الذين امتدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم كثر، وعلى رأسهم سيدنا حسان بن ثابت. وسيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه هو الذي اشتهر من بين الصحابة بكثرة مدحه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي اشتهر وهو الذي قال ما قال، وهو الذي قال: أقر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد، فضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، فشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. كما نجد ذلك في روض الأنف للإمام الصيني شرح السيرة النبوي لابن هشام. نجد جزء ذلك في تفسير ابن كثير في تفسير سورة ألم نشرح تحت قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. ونجد جزء ذلك في الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ بن حجر الأسقلاني. وكذلك نجد مدحه من قبل سيدنا عبد الله بن رواحة كما في الصحيحين، حيث امتدح النبي عليه الصلاة والسلام فقال: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. هذه الأبيات التي قالها سيدنا عبد الله بن رواحة بلغت النبي عليه الصلاة والسلام، فامتدح عبد الله بن رواحة فقال للأنصار: إن صاحبكم لا يقول العبث. الحديث أخرجه الشيخان، نجده في البخاري في تفسير سورة التوبة، ونجده في مسلم في كتاب التفسير في تفسير سورة السجدة تحت قول الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. كما نجد مدح النبي صلى الله عليه وسلم عند كثير من الصحابة، وفي الصحاح والسنن وغيرها. نجد ذلك أيضا في سنن أبي داود وسنن الترمذي، وفي الشمائل أيضا الترمذية، أن سيدنا عبد الله بن رواحة امتدح النبي عليه الصلاة والسلام كالحرس النبوي بين يديه في أمرة القضية، وهو شاهرا سيفه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يزب عنه المشركين، يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، ويسهل الخليل عن خليله، إلى غير ذلك. ومن أراد أن يقف على كثير من هذا فعليه بمطالعة كتب التفسير كالطبري والقرطبي والآلوسي وابن كثير تحت قوله سبحانه وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، إلى قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، هؤلاء هم مداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي زكاهم الله سبحانه وتعالى واستثناهم من جملة الناس الذين شملهم الذنب. نحمد الله عز وجل الذي جعلنا
من مادحي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أحبابه وأحباب مادحه. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يحشرنا يوم القيامة في جملة أولئك الصفو من خلقه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد داود يوسف السودان، ولاية السنار، محلية السوكي، المعهد الأسيوطي لتحفيظ القرآن والعلوم الإسلامية.